وفي يوم جاب واحدة شكلها مش مريح خالص. طريقه وكلامها جرأه وفظيعه، ألفاظها كانت صعبة، مفيش حاجة كانت محرمة عندها. دي وهي لسه بتتعرف عليه كانت قاعدة على رجله. وأول ما دخلوا الأوضة بدأت أسمع حاجات مغرية، حاجات وجعتني أكتر من أي مرة. حسيت إني هولع. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، في قناتكم اللي دايما بتحكي لكم حكايات واقعية من قلب الناس اللي عاشوها، حكايات كلها وجع وأسرار، وكل كلمة فيها طالعة من تجربة حقيقية. ويلا بينا نبدأ أول حكاية النهاردة. إزيكم يا أجمل ناس؟ يا رب تكونوا بخير. أنا عندي قصة لازم أحكيها لكم. أنا أخويا كان بيجي عندي الشقة كل ليلة، ومعاه بنت مختلفة، وأنا أول ما كنت بسمع صوتهم ما كنتش بقدر أتحمل. كنت بتعذب حرفياً من الصوت، لدرجة إني قررت أقولهم أنا هقعد معاكم، يمكن أرتاح كده. أنا عارفة إن اللي بعمله غلط، بس كنت تعبانة ومش قادرة أتحمل أكتر من كده. لو عايزين تعرفوا باقي الحكاية كملوا معايا للآخر. وقبل ما نبدأ، انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نسمع صاحبة الحكاية بتحكي وتقول: أنا اسمي سمر، عندي 36 سنة، للأسف ما بخلفش، بس الحمد لله على قدر كبير من الجمال. كنت متجوزة قبل كده، بس الجوازة ما كملتش. بعد سنتين جوزي عرف إن أنا ما بخلفش، وحماتي قالت له يا تتجوز عليها يا تطلقها. طبعاً أنا رفضت أعيش معاه وهو يجيب لي ضرة، فاتطلقت وطلعنا من بعض بالمعروف. ومن وقتها وأنا عايشة لوحدي، أبويا وأمي متوفيين، وما عنديش غير أخ واحد أصغر مني بسنتين، دلوع قوي، ومتجوز وعنده ولاد وبيت وشقة وكل حاجة. بس كل ليلة ألاقيه جايب بنت وداخل بيها عندي. هو من النوع اللي بيحب يتعرف على بنات من الفيس، وبيعرف ياخدهم في سكته بسهولة. شاب شكله حلو وكلامه حلو، بيعرف يوجع أي بنت بسهولة. في البداية كان بس بيكلمهم، لكن لما أنا سكنت لوحدي بقى يجي عندي الشقة، خصوصاً لما يتخانق مع مراته. مرة بعد مرة بدأت أتكلم معاه وأفهمه أكتر، ولقيته بيقولي إن الموضوع ده بقى إدمان بالنسبة له. مش قادر يبطل شات وفيس ولا يبطل شقط بنات. بيقولي البنات هي اللي بترضى، أول ما أبعت طلب صداقة تقبل، وأول ما أكلمها تيجي على طول. وفي يوم قال لي أنا معجب ببنت مطلقة زيك، وعايز أقابلها هنا في شقتك، علشان هنا أكتر مكان أكون فيه مرتاح. أوعك ترفضي لي الطلب ده أول مرة أطلب منك كده. وأنا بصراحة علشان ما أزعلوش وافقت، بس قلت له أنا مش هخرج من الشقة، هقعد معاكم. قال لي تمام، اعملي اللي يريحك. وفعلا بعد كام يوم كده لقيته جايب معاه بنت، والبنت دي كانت بصراحة زي القمر، من البنات اللي بنشوفهم اليومين دول، لبسها ضيق وبنطلون جينز، وشعرها سايب كده بطريقه تخطف العين. بصراحة لو كنت راجل ما كنتش هقدر أبعد عن البنت دي خالص. جمالها ملفت بشكل، وكل حاجة فيها كانت جذابة بشكل صعب يتوصف. البنت دي بقت تيجي معاه كل يوم، أو يوم ويوم لأ. كانت بتحبه واتعلقت بيه، وهو ولا كأنه قال لها إنه متجوز وعنده عيال. كان بيوهمها بالجواز، وعلشان كده كانت بتدخل معاه البيت. وطبعاً علشان هي كانت متجوزة قبل كده، كانوا بيدخلوا أوضتي، أوضه النوم، ويقفلوا على نفسهم. كنت عارفة اللي بيحصل جوه، وكنت بقعد بره وقلبي بيتقطع. كل مرة يدخلوا فيها الأوضة كنت بحس إني ولعت من جوه، نار بركان، خصوصاً لما يطلعوا وادخل أنا أنام أشم ريحتهم في الفرش. مش قادرة أوصف قد إيه كنت بتوجع. الموضوع اتكرر، وأخويا بقى واخد على كده، بقى يجيب بنات كتير بدل ما كانت وحده بس، وكل مرة شكل وكل مرة وجع جديد. البنت الحلوة دي لما عرفت بالصدفة إنه متجوز سبته واتجوزت واحد تاني، فهمت إنه كان بيلعب بيها ومش ناوي يتجوزها. بس هو سكت؟ لا طبعا، كمل نفس الطريقة، وكل شوية يجيب بنت من على الفيسبوك. وأنا كل مرة أسمع كلامهم وهم قاعدين عندي أحس إني خلاص مش طايقه. أنا ست مطلقه، يعني طبيعي أتأثر، عندي إحساس ومشاعر. حاولت ألمح له أفهمه من بعيد، بس هو كان بيطنش. وفي يوم جاب واحد وشكلها مش مريح خالص، طريقه وكلامها جرأه وفظيعه، ألفاظها كانت صعبة، مفيش حاجة كانت محرمة عندها. دي وهي لسه بتتعرف عليه كانت قاعدة على رجله. وأول ما دخلوا الأوضة بدأت أسمع حاجات مغرية، حاجات وجعتني أكتر من أي مرة. حسيت إني هولع. قمت خبطت على الباب،
فتح لي وهو لابس حاجة بسيطة كده. قلت له بص بقى، أنا مش قادرة أتحمل أكتر من كده، تعبت من اللي بتعمله ده، أنا لو بتفرج على أفلام آفي كان أرحم. رد عليا وقال لي لو حابة تقعدي تتفرجي علينا لايف أنا مش مانع، بس أهم حاجة تكوني راضي ومش زعلانة. قلت له أنت بتقول إيه؟ أنت أكيد مش فايق، ومش هحاسبك دلوقتي لأنك مش في وعيك. استنيت لما البنت مشيت وقعدت معاه وعاتبته. لقيته بيقول أنا بصراحة ما كنتش مدرك إني بجرحك، وإنتي بني آدمية ليكي إحساس، وأنا آسف بجد، مش قصدي أوجعك. ومن ساعتها فعلا بطل يجيب البنات، بقى محترم ومش بيكلم بنات من الفيس خالص، خاف واتغير. وبقيت علاقتي بيها كويسة جدا، بنفهم بعض وبقينا قريبين. بقى يجي عندي هو ومراته وعياله، وأنا كمان بروح عندهم. ودي كانت حكايتي. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في حكاية جديدة. مع السلامة.